في 2019 في محافظة الشرقية، محمود بعد ما خلص الشغل بتاعه الساعة 3 العصر يروح بيته عشان يتغدى مع بنته ووالدته، ويفتح الباب بتاع الشقة بتاعته ويلاحظ إن مفيش أي صوت وفي حالة من الهدوء غريبة جدا. وفجأة يلاقي بنته ياسمين واقعة على الأرض وغرقانة في دمها، ومفيش أي حاجة في ملامح وشها باينة. ويجري بسرعة يدور على والدته، وأول ما يدخل الأوضة بتاعتها يلاقيها على السرير وغرقانة في دمها، بس فعليا شكلها وملامحها كان أبشع بكتير من ملامح بنته. وقف ومش مستوعب إيه اللي هو شايفه ده، وصوته يعلى والجيران تيجي على صوته علشان يتصدموا من اللي يشوفوه زيه بالظبط. وكلموا رجال الأمن واللي توصل بسرعة، ومعاهم خبراء المعمل الجنائي عشان يفحصوا مسرح الجريمة ويفهموا إيه اللي حصل بالظبط. البيت كله منظم ومفيش أي آثار لأي فوضى موجودة إلا أوضة النوم بتاعة والدته اللي كان واضح فيها الكركبة، وإن كل حاجة فيها مرمية على الأرض. والشكل العام بيقول إن حصلت خناقة بينه وبين والدته وبنته والشخص اللي قتلهم في الأوضة دي، لكن مفيش أي آثار لسرقة حصلت في الشقة. ده غير كمان إن مفيش أي آثار عنف لدخول الشقة، فواضح إن اللي عمل كده دخل الشقة بكل بساطة، وواضح كمان إنهم عارفينه كويس جدا. ولما دخل خبراء المعمل الجنائي عشان يفحصوا مسرح الجريمة فيلاحظوا إن في ضلفة من ضلف الشباك الخشب مرمية على الأرض جنب الجثة بتاعت البنت، والضلفة كلها آثار دم. ويلاحظوا إن جثة الأم راسها متكسرة تماما بطريقة غريبة جدا، ويلاقوا جنب الجثة شاكوش وعليه آثار دم. وعلى بعد 1.5 متر بالظبط يلاقوا جثة البنت مرمية على الأرض وجنبها ضلفة الشباك الخشب. إيه اللي يخلي حد يقتل ست كبيرة وطفلة صغيرة بالطريقة البشعة دي؟ بعد رفع البصمات والتحافظ على ضلفة الشباك والشاكوش اللي عليهم آثار الدم، يتم نقل الجثتين للطب الشرعي عشان يحددوا سبب الوفاة. وفي خلال ساعات يطلع التقرير الطبي الشرعي، والتقرير فعليا صادم جدا. الجثة الأولى لسيدة اسمها آمال عندها 65 سنة، تعرضت للضرب بطريقة قوية جدا على رأسها باستخدام الشاكوش، ومن كتر الضرب العنيف ده حصل لها تهشم في رأسها وعظم الجمجمة. أما الجثة التانية كانت للطفل ياسمين، واللي لقوا إن رأسها كانت مهشمة من المنتصف بالظبط، وباستخدام آلة غير الآلة اللي تم بيها قتل جدتها. ولقوا إن في آثار من الخشب موجودة على نسيج الجلد في رأس ياسمين، فواضح إن ضلفة الشباك الخشب اللي لقوها مرمية جنبها هي دي اللي اتضربت بيها. لكن الحاجة الأصعب في التقرير إنه أثبت إنه حصل علاقة جنسية مع الست الكبيرة دي قبل قتلها بمدة بسيطة، والتقرير بيقول إن العلاقة دي ما تمتش بأي طريقة فيها عنف، فواضح إنها علاقة طبيعية تمت بينها وبين حد. وكمان أثبت التقرير إن فترة الوفاة بين الجثتين كانت متقاربة جدا. وبعد ما يطلع تقرير الطب الشرعي يكمل رجال البحث الجنائي في مهمتهم في البحث عن كل الأدلة أو المعلومات اللي تساعدهم في القبض على الشخص اللي عمل كده. أولاد آمال اللي هي الست الكبيرة كانوا واقفين مصدومين من اللي سمعوه، وتحديدا إن والدهم متوفي من فترة طويلة، ووالدتهم ست كبيرة عندها 65 سنة، فكانوا واقفين مش مستوعبين من المعلومة اللي سمعوها. وكل الجيران اتكلموا عنها كويس جدا، وقالوا إنها ست عايشة في حالها وملهاش أي مشاكل مع أي حد. الست شغالة بياعة خضار في السوق، وقاعدة مع ابنها وهي المسؤولة عن تربية ومراعاة حفيدتها، لأن أبوها يبقى طول الوقت موجود في الشغل. واتعمل بحث جنائي كامل عن أولادها كلهم، لأن كان في احتمال إن أي ابن من أولادها يكون عنده مشاكل مع أي حد، وإن الشخص اللي عنده مشكلة معاه هو اللي عمل في أمه وبنته كده. وأولادها بشكل عام ما وجهوش الاتهام لأي شخص، لأن فعليا ما فيش حد خالص يعرفوه ممكن يعمل كده في بنتهم أو في أمهم. وبعد 5 أيام من التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة اللي ما كانتش جايبة كل المداخل ومخارج الشوارع بشكل كويس، لكن تم فحص كل الكاميرات في التوقيت اللي الطب الشرعي قال إن الجريمة حصلت فيه، واللي ما بين الساعة 11 والساعة 12 الظهر، والوقت ده بيبقى غالبا معظم الناس في شغلهم. وغالبا كمان آمال في الوقت ده بتنزل علشان تروح شغلها.
كاميرات المراقبة جايبة الشوارع هادية جدا، لكن يلفت انتباه رجال الأمن إن الساعة 10:30 صباحا وجود شاب في عمر 30 ماشي في الشارع لوحده. فيتم تفريغ باقي كاميرات المراقبة بزوايا مختلفة عشان يلاقوا الشاب ده يدخل نفس العمارة اللي حصل فيها الجريمة، وبعد شوية يلاقوه نازل الساعة 12 الظهر من نفس البيت، لكن شكله مرتبك وكأنه كان بيحاول يهرب. فيتم استدعاء الابن اللي عمل البلاغ علشان يعرضوا عليه صور الراجل ده وهل يعرفه ولا لا، والمفاجأة انه اتعرف عليه على طول وقال ان ده ابراهيم صديقه اللي بيجيله البيت كتير ويزوره ويقعد معاه. لكن كان عنده حالة استغراب كبيرة، ايه اللي جاب ابراهيم في الوقت ده تحديدا؟ انه عارف ان صاحبه موجود في الشغل ومفيش حد في البيت دلوقتي خالص. فيتم استدعاء إبراهيم عشان يسألوه عن تواجده في الوقت ده وهل له علاقة بالموضوع اللي حصل ولا لا. في البداية زي أي حد ينكر علاقته بأي حاجة، ده غير كمان إنه اتفاجئ إن آمال وياسمين اتقتلوا. بس يلاحظ رجال الأمن إن في عدد من الخرابيش والجروح السطحية موجودة في إيده وفي وشه، والجروح دي واضح إنها من فترة قريبة جدا. فبعد ما يضغطوا عليه شوية ويوروه كاميرات المراقبة ويطبقوا بصماته مع الشاكوش ومع الضلفة الخشب بتاعة الشباك، يعترف إبراهيم بكل حاجة. إبراهيم بيشتغل سواق، ومحمود ده اللي هو يبقى ابن الست آمال الست الكبيرة يبقى صديق عمره. وكان إبراهيم بيجيله البيت زيارة كتير وبيقعد عنده في البيت لفترة طويلة. وفي يوم وهو رايح يزوره بالصدفة كان صاحبه مش موجود في البيت، وكانت آمال موجودة لوحدها في البيت. فللأسف الست الكبيرة اللي عندها 65 سنة استدرجته ودخلته البيت وخلته يعمل معاها علاقة. ومن بعد اليوم ده استمرت العلاقة القذرة دي بينهم لمدة 6 شهور كاملين. إبراهيم كان متعود يروح كل يوم الصبح على البيت يعمل معاها العلاقة وبعدين ينزل يشوف مشاويره، والست الكبيرة آمال تنزل بعد كده على شغلها من غير ما أي حد ياخد باله لحد ما يجي يوم الجريمة. إبراهيم رايح لها الصبح على البيت زي كل مرة، وبعد ما يخلص العلاقة الست الكبيرة اللي عندها 65 سنة تطلب منه إنه يتجوزها عرفي وإنها رافضة تعيش معاه بالطريقة دي، وتبدأ تتخانق معاه لما إبراهيم رفض لأنه قال لها ما ينفعش يتجوز واحدة أكبر منه ب35 سنة. وهنا حصلت بينهم مشكلة كبيرة وقعدت تشتم فيه وترمي عليه أي حاجة تلاقيها قدامها. فإبراهيم من كتر إحساس قلة القيمة اللي وصل لها مسك الشاكوش وقعد يضربها على راسها كذا مرة لحد ما راسها اتكسرت قدامه وماتت في ساعتها. وما كانش يعرف إنهم مش لوحدهم في البيت، وتفاجئ إن ياسمين حفيدتها وبنت صديق عمره موجودة وبتبص عليهم. فوقتها إبراهيم قرر يقتلها علشان الفضيحة، فيمسك الضلفة الخشب بتاعة الشباك ويضربها على راسها مرتين، والبنت صغيرة في السن فوقعت في ساعتها وماتت. وساعتها إبراهيم فاق من اللي عمله وقفل الباب بسرعة ونزل جري. وبعد المحاكمة وتقديم كل الأدلة ضده يتحكم عليه بالإعدام شنقا.